السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة بالدارجة. اليوم عندنا واحد الباقة ديال الأخبار المهمة وبزاف، واللي كتجمع ما بين المنتخب المغربي، ملفات الطاس، نجوم أسود الأطلس، والاستعدادات الكبيرة لمونديال 2030. وغادي نهضروا على أخبار متداولة حول استقبال ملكي مرتقب لأسود الأطلس من بعد المسار المشرف في المونديال. وغادي نكتشفوا آخر المستجدات الرسمية في ملف المغرب والسنغال أمام المحكمة التحكيم الرياضي. وغادي نوقفوا كذلك عن التصريحات القوية ديال الصحفي الفرنسي رومان مولينا على الدور الكبير اللي لعبوا المغرب في مساندة الكاف والتنظيم ديال المسابقات ديالها. ومن بعد غادي نمشيو للملف النهائي كأس العالم 2030 والصراع القوي ما بين المغرب وإسبانيا. وما غاديش ننساو مستقبل ياسين بونو مع الهلال، إمكانية رجوع إبراهيم دياز للميلان، عودة عبد الصمد الزلزولي للتدريبات، والاستعدادات ديال الملاعب المغربية، وأول امتحان لبؤات الأطلس في كأس إفريقيا للسيدات. فكونوا معنا حتى لآخر الحلقة. نبداو بالخبر اللي فرح بزاف ديال المغاربة، حيث كاينه اخبار متداوله على امكانيه تنظيم استقبال ملكي للاسود الاطلس في مدينه طنجه، تزامنا مع احتفالات بعيد العرش ومن بعد المسار المشرف اللي داروا المنتخب المغربي في كأس العالم. المنتخب وصل الربع النهائي وقدم صورة كبيرة على الكرة المغربية، وهذا الشيء خلى الجمهور يطالب بتكريم اللاعبين والطاقم التقني. ولكن خاصنا نكونوا واضحين معكم، لحدود إعداد هذه الحلقة مازال ما خرج حتى شي بلاغ رسمي كيأكد الموعد ديال الاستقبال أو شكون غادي يترأسوا أو فين بالضبط غادي يتنظم. يعني الخبر كيبقى متداول ومرتقب، وما نقدروش نقدموه على أنه قرار رسمي حتى تخرج الجهات المختصة ببلاغ واضح. نمشيو دابا للخبر الرسمي والأكثر أهمية، حيث المحكمة ديال التحكيم الرياضي حددت يوم 8 أكتوبر 2026 موعدا لجلسة الاستماع في النزاع المرتبط بنهائي كأس إفريقيا ما بين المغرب والسنغال. الجلسة غادي تكون في لوزان، وغادي يتم فيها الاستماع لموقف الأطراف والدفوعات القانونية ديال كل جهة. ولكن النقطة المهمة هي أن القرار النهائي ماشي ضروري يخرج في نفس اليوم، لأن المحكمة تقدر تحتاج وقت إضافي باش تراجع الوثائق وتصدر الحكم ديالها. طاس كذلك حذرت من الوثائق والأخبار الغير رسمية اللي كتدور في مواقع التواصل، خصوصا الإشاعات اللي كتقول أن اللقب تحسم نهائيا لصالح طرف معين. دابا الملف مازال مفتوح، المغرب والسنغال غادي ينتظروا القرار الرسمي اللي غادي يتعلن من بعد المسطرة القانونية. ومن الملفات اللي خلقت نقاش كبير التصريحات المنسوبة للصحفي الفرنسي الاستقصائي رومان مولينا، واللي قال فيها أن المغرب لعب دور كبير مهم في مساعدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال السنوات الصعيبة. مولينا وضح أن المغرب وفر الملاعب، البنية التحتية والتنظيم لعدد المسابقات الكاف، ومن بينها منافسات الفئات الصغرى، كرة القدم النسوية، الفوتسال، وحتى بعض التظاهرات الكبرى. الرسالة اللي كتوصل من هذا الكلام هي أن المغرب ما بقاش غير بلد كيشارك في المنافسات الإفريقية، ولكن ولا شريك أساسي في التنظيم ديالها وإنقاذ ملي كتوقع مشاكل في بلدان واحدة أخرى. وهذا الدور كيبين علاش المملكة ولات حاضرة بقوة داخل الكرة الإفريقية، وعلاش الكاف كتعتمد على المغرب في عدد كبير من المواعيد الرياضية. أما الخبر اللي كيجذب اهتمام العالم كامل فهو الصراع على احتضان نهائي كأس العالم 2030. المغرب إسبانيا هما أبرز المرشحين، ولكن المشروع المغربي بدا كيكسب القوة كبيرة بعد الملعب الحسن الثاني الجديد في النواحي ديال بن سليمان، واللي غادي توصل الطاقة الاستيعابية ديالو لحوالي 115 ألف متفرج. المغرب كيراهن كذلك على استثمارات كبيرة في المطارات، الطرق، القطارات والفنادق والملاعب، بالإضافة للموقع الجغرافي اللي قريب من أوروبا وإفريقيا. في المقابل إسبانيا كتدفع بملعب سانتياغو برنابيو والكامب نو لحد الساعة. الفيفا ما اعلنتش رسميا على الملعب اللي غادي يحتضن النهائي، ولكن المؤكد هو أن الملف المغربي ما بقاش مجرد منافس رمزي، بل ولا مشكل قوي قادر يقلب الموازين. ونمشيو دابا للحارس المغربي ياسين بونو، اللي المستقبل ديالو مع الهلال السعودي
ولا وضع نقاش كبير من بعد عودة ديال الحارس السعودي محمد العويس. كاينه تقارير كتقول ان اداره الهلال كتدرس كيفاش تستافد من المقاعد المخصصه للاعبين الاجانب. واحد من السيناريوهات المطروحه هو الاعتماد على العويس في بعض المباريات الدوري المحلي واشراك بونو في المباريات القاريه والمواعيد الكبرى. هذه الفكره ما عندها حتى شي علاقه بتراجع ديال المستوى ديال بونو، بل مرتبطه اكثر بالقوانين اللاعبين الاجانب والرغبه ديال النادي في تعزيز المراكز واحدة أخرى بلاعبين محترفين. القرار النهائي مازال ما تعلنش، ولكن بونو باقي واحد من أهم الحراس ديال الهلال، وأي تغيير في الوضعية ديالو غادي يكون قرار تقني وإداري أكثر منه من عقوبة رياضية. ابراهيم دياز حتى هو دخل بقوه للاخبار ديال الميركاتو ما رجعت التقارير كتربطو بميلان الايطالي، الفريق اللي سبق ليه لعب معاه وقدم مستويات مميزه. الميلان كيقلب على لاعب هجومي عنده السرعه المهاره والقدره على اللعب ما بين الخطوط، والاسم دياز حاضر ضمن الاختيارات المطروحه. ولكن العمليه ماشي سهله، حيت ريال مدريد غادي يفضل الصفقه ديال بيع نهائي بشروط ماليه مناسبه وماشي اعاره بسيطه. من جهة واحدة أخرى المنافسة كبيرة داخل ريال مدريد كتخلي مستقبل الدوري المغربي مفتوح على بزاف ديال الاحتمالات. لحد الساعة ما كاين حتى شي اتفاق رسمي، ولكن اهتمام الميلان كيبقى منطقي لأن دياز كيعرف الفريق والدوري الإيطالي وسبق ليه نجح تما. الخبر المفرح آخر كيخص عبد الصمد الزلزولي اللي بدا كيرجع بالتدريج للتدريب من بعد الإصابة اللي بعدته عن الميادين. الزلزولي ظهر هو كيخدم على الجانب البدني والفني والاستعدادات للالتحاق الكامل بالتدريب ديال ريال بيتيز. اللاعب المغربي محتاج يرجع بشوية بشوية، لأن التسرع من بعد الإصابة يقدر يسبب ليه انتكاسة جديدة. بالنسبة لبيتيز رجوع الزلزولي غادي يعطي الفريق حلول إضافية في الجناح، خصوصا أنه لاعب سريع وكيعرف يخلق التفوق في المواجهات الفردية. وبالنسبة للمنتخب المغربي استرجاع الزلزولي الكامل الجاهزية ديالو غادي يكون خبر مهم، لأن المرحلة المقبلة فيها استحقاقات قوية والمنتخب محتاج جميع العناصر ديالو تكون في المستوى البدني الجيد. وبعيدا عن الاخبار ديال اللاعبين، المغرب مستمر في التحضير للبنيه التحتيه ديال المونديال 2030. الملاعب المغربيه كتدخل في مراحل مختلفه من الاصلاح والتحديث، والهدف هو تكون مطابقه للمعايير المطلوبه في واحد من اكبر الاحداث الرياضيه في العالم. ولكن الاستعداد ما كيوقفش غير على الملاعب، حيث كاينه كذلك مشاريع مرتبطه بالنقل الطاقه والاستيعابيه ديال الفنادق والمطارات والربط ما بين المدن. الاستثمارات غادي تكون تحت الانظار ديال العالم، خصوصا ان التنظيم المونديال كيتطلب ضمان التنقل الجماهيري بسرعه وتوفير ظروف جيده للمنتخبات والصحافه. التحدي الكبير دابا هو اتمام المشاريع في المواعيد المحدده، ضمان ان البنيه التحتيه تبقى مفيده للمغاربه حتى من بعد نهايه البطوله. نختموا الاخبار ديالنا بلبوءات الاطلس اللي غادي يبداو بمشاركه في كاس افريقيا للسيدات يوم الاحد 26 يوليوز 2026 امام منتخب كينيا في مباراه غادي تنطلق مع 9 ديال الليل بالتوقيت المغربي. المنتخب المغربي موجود في مجموعه كتضم كذلك الجزائر والسنغال، والهدف واضح هو المنافسه على اول لقب افريقي، خصوصا ان البطوله كتنظم فوق ارض المغرب وامام الجمهور المغربي. لبوءات الأطلس وصلوا للنهائي في نسختين السابقتين، ولكن اللقب بقى بعيد عليهم. وهذه المرة الطموح هو الاستفادة من التجربة السابقة وتصحيح الأخطاء. البداية أمام كينيا مهمة بزاف، لأن الفوز غادي يعطي الثقة للاعبات قبل المواجهة الأصعب في المجموعة. إذا كانت هذه هي أهم الأخبار اللي كتهم الكرة المغربية ديال اليوم. الاستقبال الملكي كيبقى مرتقب ومازال كيحتاج تأكيد رسمي المغرب والبداية ديال المغامرة ديال لبوءات الأطلس. دابا السؤال لكم، شنو هو الخبر اللي شد الانتباه ديالكم أكثر؟ واش ملف الطاس مستقبل بونو دياز ولا السباق المغرب على احتضان نهائي مونديال 2030؟ خليو لي الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من كرة بالدارجة.